تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكرام، أهلا ومسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنتناول قضية مهمة تهمنا جميعا في شعبنا الإريتري المسلم، وهي قضية المرأة الإريترية المسلمة. أعزائي المستمعين المستمعات، هذا الموضوع سنتناوله ونناقشه معكم سويا بحضور شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي هنا في الاستديو، والأستاذة خديجة برهان عبر الاتصال الهاتفي. فأهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. ومستمعي الأكارم، لا يخفى عليكم ما قدمته المرأة الإريترية من جهود عظيمة وجهود كريمة تذكر فتشكر. فقد كانت الأم الحنون والزوجة الحبيبة والأخت العاطفة والبنت المطيعة، كل ذلك عبر أكثر من 5 عقود من السنين، من حين أن قيل للشعب الإريتري إريتريا، فمن ذلك الوقت وهي تقدم لهذا الشعب الكريم الخير الكثير. اليوم سنتناول هذه القضية من جوانب عدة. أول ما نبدأ بالقضية في بيان مكانة المرأة المسلمة في الإسلام. باسمكم جميعا أتوجه بهذا السؤال مع الترحيب فضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين. أهلا بك. حياكم الله. دكتور حسن، نريد أن نسمع مكانة المرأة في الإسلام، تعريضا أيضا بمقارنتها بمكانتها في الجاهلية كيف كانت، ثم نريد أيضا نبذة موسعة عن المرأة الإريترية وما قدمته من جهود مباركة طيلة العقود الماضية. فإليكم بالميكروفون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الفرصة، ونرحب بالأخت معنا إن شاء الله من خارج الاستوديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نقدم ما ينفع الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذه الآية من الآيات التي تعتبر مهمة جدا في فهم منزلة على الأحكام الشرعية وما جاءت به الشريعة مقابل ما كان عليه الناس في الجاهلية وما كان عليه الناس في قبل الإسلام، وخاصة في شأن المرأة. فالمرأة منذ أن هبطت مع آدم عليه السلام إلى الأرض فهي حقيقة مرت بلحظات كثيرة جدا، فيها كثير من التحولات، فيها حالات من الاستقامة كلما تماهت مع هدي القرآن أو هدي الرسالات، وتكون فيها أيضا حالات من الانحراف والانحطاط كلما ابتعدت عن الهدي الإلهي. فالهدي الإلهي يكاد لا يكون فيه انحرافا مطلقا، ومنذ البداية وإلى اللحظة الأخيرة قائم على نقاط معينة، وهي أن منزلة المرأة في الرسالات ينظر إليها كمنزلة الرجل في الرسالات، يعني الوهلة الأولى، وهو النظر إلى أصل الخلق، أصل خلق الإنسان، وهو أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أنه خلقنا من ذكر وأنثى، خلقنا من آدم وحواء. ويذكر الله سبحانه وتعالى بأنه مثلا خلق آدم وخلق منها زوجها. هذه المسألة مهمة جدا فيما يتعلق بأنه لا تستطيع من حيث الخلق أن توجد نوع من التفاوت في النوع، يعني المرأة والرجل من حيث الأصل واحد، بدليل أن المرأة بعض من الرجل، ثم بعد ذلك كثير من الرجال بعض من النساء، باعتبار أنه خلقكم بعد أن خلقنا
رجلا وامرأة، ثم من الرجل وامرأة انحدرت كل البشرية. وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا، السلالة الإنسانية. إذن الأصل الخلق فيه مساواة، صحيح. ليس هنالك ما يجعل يخدش على الأقل في المرأة. بالنسبة لما قبل هذه المسألة، يعني إذا اعتبرنا هذا هو الأصل الذي كانت عليه البشرية ونزل به آدم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى اعتبرهم جميعا في التكليف سواء، وقال له إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واعتبر أن أصل التكليف واحد، وهو إني جاعل في الأرض خليفة. الاستخلاف لهم جميعا، وهم متساوون في الخلق ومتساوون في التكليف ومتساوون بعد ذلك أيضا في المسيرة منذ اللحظة التي نزلوا فيها إلى قيام الساعة، من حيث أوامر الله سبحانه وتعالى والقيام في الأرض بمهام العبادة والاستخلاف مكلفين فيها، ومتساوين أيضا في الجزاء. أيوة، هذه في النهاية النتيجة التي ينتهوا إليها جميعا. ومن يعمل منكم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى بعضكم في بعضكم من بعض، ومن يعمل من ذكر أو أنثى ليحيينه حياة طيبة. يحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم. الجميع. وهناك ثم الجزاء الأخروي. نعم، هناك قال. الآية الثانية في آخر آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إذن مسألة التكليف والجزاء يتساوون فيها. إذن أنت أمام خلق متساوي، تكليف متساوي، جزاء متساوي. يا سلام. يعني ليس هنالك، على الأقل هذه الرؤية الشرعية ليس فيها ما يستشكل على الناس. ثم جاءت بعد ذلك سبحان الله انحرف الناس عن هذه المسيرة الإلهية، فظل سبحان الله كل حضارة تتعامل مع المرأة بمفهوم. يعني عندك الحضارة الرومانية، حضارة فارس، عندك الهنود، الصينيين، أهل الكتاب عندما ينحرفوا عن الرسالات. سبحان الله ما قبل الإسلام حتى العرب ما قبل الإسلام كلهم للأسف الشديد حطوا من قدر المرأة. يعني منهم من كان يناقش هل المرأة لها روح أم ليست لها روح، هل مادة المرأة هي نفس مادة الرجل أم ليس مادة الرجل، إلى هذا الحد. بعضهم من كان يقول بأن المرأة رجس من عمل الشيطان. أعوذ بالله. منهم إلى وقت قريب مثلا كانت ممنوعة من قراءة الإنجيل، هذه في مراحل التحريف، منعت من الإنجيل باعتبار أنها نجسة وأنه ينظر إليها. ومنهم أيضا من كان يراها أنها أحد متاع المنزل. نعم، منهم ومنهم من اعتبرها إنه عبارة عن من يغسل السعادة عن الرجل. ويبدو الصينيين كان ينظر إلى أنه هي من الشقاء، لدرجة أنه إذا أنت في سعادة فإن من يمحوها عنك هو المرأة. وهكذا الحالة في الهند، إلى أن وصلنا مرحلة يمكن والعياذ بالله في البشرية أن الإنسان صار ينظر، يعني المرأة بالنسبة له عبارة عن شيء من الأشياء، مثل ما له آنية وله عبارة يتملكها بهذا الشكل. وبالتالي كان إذا مات في بعض الحضارات تقتل معه المرأة وتدفن معه وتحرق معه. نعم. في العرب أيضا وصلوا مرحلة إنهم مثلا كان الواحد من إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم فيدفنها وهو حية. وصلوا إلى هذا المستوى من جاء الإسلام حتى وصلنا، يعني حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كحالة في بين مكة والمدينة، لما يقارن بين نساء المدينة ونساء مكة يقول في مكة ما كنا نعدهن شيئا، يعني المرأة ما كان يعدونها شيء من الأشياء. فبالتالي جاء الإسلام وكرمها هذا التكريم ورفع من قدرها، ثم أوجد لها منظومة من الأحكام ضمن منظومة الأسرة. جميل. يعني مسألة مهمة جدا، حتى أيضا المرأة المسلمة تكون مدركة أن وضعها هذا في الإسلام هو ضمن منظومة ليست فالتة، يعني حتى تتصور أنها والله يمكنها أن تفلت عن هذه المنظومة لتخرج عنها وتتعامل مع الرجل بعد. لا، هنالك منظومة متكاملة رتبت عليها أحكام، رتبت عليها حقوق، هنالك واجبات ضمن هذه المنظومة، فإن المرأة ستجدها ملكة من الملكات. طيب، كيف رأى المرأة أما، وكيف رآها بنتا، وكيف رآها أختا وزوجة؟ على كل ابتداء دعنا نقول من قضية فكرة الثنائية هذه، رجلا وامرأة من الوهلة الأولى كانوا زوج وزوجة، ثم بعد ذلك كانت المرأة هي التي مع الرجل تنجب الأبناء والبنات، فتتحول من زوجة إلى أم. نعم.
ثم تتحول أحيانا مع الأحفاد، تتحول هي إلى جدة، وهكذا. فالأم سبحان الله أو المرأة في كل مسيرة الإنسان هي حاضرة. حاضرة إما أن تكون زوجة حتى لو لم يرزقوا أبناء، وحاضرة إذا أنجبت أن تكون أما، وحاضرة بعد ذلك أن تكون جدة، وهكذا. وفي كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة مهمة جدا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. يا سلام. إنما النساء شقائق الرجال. وهنا تلاحظ في بعديها الشق قد يكون من حيث الخلق، فالمرأة شق الرجل، ولا يتكامل الإنسان إلا بشقه. وطبعا هنا تأتي عندنا فلسفة التكامل وليس فلسفة الصراع. يا سلام. يعني لما أنت مع شقك لست إذن في صراع مع نفسك. نعم. فهي شقك، نصف وهي المجتمع. هي نصف ولذلك المجتمع نصف المجتمع. وشقه. نعم. الأمر الثاني أيضا في إطار التكاليف هي الشق الآخر. لا يمكن لحياة أن تصلح دون أن تكون المرأة حاضرة فيها. أنا قصدي دكتور لما قلت لك كان أما وبنتا وأختا، نريد أن نسمع الآثار والنصوص التي حث الإسلام على رعايتها في المرأة. حينما تكون أما ما الذي لها، وحينما تكون بنتا، وهكذا، حتى نعرف أن الإسلام فعلا كرم المرأة أو لا. على كل، الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأبوين سواء كانت أما أو أبا قضى في كتابه لهن بالبر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا بالوالدين إحسانا يقال أن أول واجب بعد توحيد الله سبحانه وتعالى هو بر الوالدين. يعني جميل. هي مقابل التوحيد. إذا جئت إلى حقوق البشر، حقوق الله قمته التوحيد، حقوق البشر قمتها بر الوالدين. يا سلام. ثم ما قال لك مثلا بالمعروف، ولكن قال لك بالإحسان. يعني التعامل مع الوالدين يكون بالإحسان. ثم عندك هذا حديث الوالدين. نريد للأم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الناس أحق بصحابتي، سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع 3 حقوق للأم في مقابل حق الأب. إذن هنا والسبب في ذلك أن الأم دائما في موطن الضعف وفي موطن الحاجة وفي موطن الرجل يضرب في الأرض لا مشكلة له، لكن الأم لا، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام العظيم. ثم أيضا نلاحظ بأن الجنة واحدة من الأسباب المهمة فيها أن تكون بارا بأمك، وأن تنظر إليها بأنها باب من أبواب الجنة وتتعامل معها على هذا الأساس. خلينا ننظر إلى الجانب الآخر دكتور حسن. الغرب ماذا أعطى للوالدين؟ للأسف الشديد دعني أقول بأن الرؤية الإسلامية تقوم على التراحم، والرؤية الغربية تقوم على التعاقد. هذه مهمة جدا. إذا ما استطعنا أن نفرق بين رؤية التراحم ورؤية التعاقد ما تستطيع تستوعب أنه والله طبيعة، يعني أنت الآن وأنت تتعامل مع أمك ليس منطقة تعاقد، يعني مش لأنه القانون ألزمك بذلك، لا، ليست القضية هذه. إنما أنت بمنطقة تراحم الأخلاقي. فإذا أنت لم تبر والدتك أنت ابتداء معذب في داخلك، وتشعر بأن هنالك انهيار في منظومتك الأخلاقية. أما القضايا التعاقدية يمكن أن تلتزم بها في أمام السلطة وإذا رأتك السلطة، ولكن إذا ما رأتك السلطة لا، ما عندك بها إشكال. فهنا نلاحظ بأن في الغرب قد يكون هنالك منظومة قوانين تعطيها إلزاما مثلا للابن تجاه والديه، ولكن للأسف الشديد مثلا من الوهلة الأولى مجرد أن يبلغ الطفل سن 18 مثلا يعطى الحق في أنه يتمرد على والديه، مثلا يكون له وضعية خاصة. نعم. فأنت منذ البداية فككت وفتت الأسرة بحيث لا اعتبار لوالديه. يعني هذا الطفل الذي مثلا تربى مع أمه ومع أبيه إذا وصل المرحلة التي يكون فيها بلغ السعي وهم بحاجة إلى خدمته وبحاجة إلى عطفه وبحاجة إلى أن يكون حولهم، يذهب ولا يراهم بعد ذلك إلا في عيد الأم. الغرب جعل للأم عيدا كما تفضلتم. نعم، جعل لها والإسلام لم يجعل لها عيدا، فهل يكون الإسلام ظلمها؟ المشكلة الإسلام أن يوم، يعني أنت كل لحظة من لحظات حياتك في وجود الأم أنت معها في عيد، أنت معها. وبالتالي من الخطأ جدا أن نختزل الاهتمامات في أنه أنا أجعل لها عيد أو لا أجعل لها عيد. يعني أنت الداخل إلى البيت يجب أن تكون رؤيتك لأمك وابتسامتك في وجهها وإدخال السرور عليها عيدا. ما سبب إقامة دور العجزة في حين في الإسلام من حيث تتبع
والاستقراء لا نجد هذا. لأن الفكرة الأساسية في التصور الغربي هي فكرة الفردانية. يعني ليست فكرة الأسرة. الإسلام يقوم على الأسرة المتراحمة. نعم. الأسرة المتراحمة فيها الأب، فيها الأم، فيها الزوج، فيها الأبناء موجودين في مكان واحد، بلدرجة أحيانا يسمى الأسرة الممتدة. يعني الأسرة عندنا قد يعني الإسلام يقول إما يبلغن عندك الكبر. نعم. الكبر عندك، يعني في بيتك، في بيتك. منزلك، في تحت رعايتك. صحيح. وليس في دور العجزة. صحيح. الغرب يرون أنه يعني يجعلون هناك دورا للعجزة. هل معنى هذا أن الغرب أكثر عطفا على الإسلام أو ماذا ترى؟ لا بالعكس، ليس لا يساوي ما عند الغرب يعني معشار ما عند شريعة الإسلام. الإسلام كرم الأبوين تكريما عظيما، أوجب على الأبناء الإنفاق عليهم، أوجب رعايتهم، أوجب الإحسان إليهم، أوجب أن لا يسمعهم صوتا رفيعا يعني يزعجهم. فلاحظ البعد الأخلاقي والبعد القانوني كلاهما في الشريعة الإسلامية حاضرة. يعني عندك جوانب متعلقة بالنواحي الأخلاقية والإيمانية، وعندك جوانب أخرى ملزم بها من ناحية تشريعية وقانونية. فستلاحظ بأن ما أعطاه الإسلام للأبوين لم يعطيه أي حضارة من الحضارات. فما فائدة إنه والله يكون عندك مثلا أب وأم في واحدة من دور العجزة ولا تمر عليهم إلا كل 6 أشهر أو كل 3 يعني. إذا نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام. الآن سأتوجه للأخت الكريمة الأستاذة خديجة برهان. أولا نرحب بك معنا ضيفة في هذا البرنامج، وأنت نصف المجتمع وتمثلين إن شاء الله النصف الآخر وتدافعين عنه وتعطين عنه نبذة. مرحبا بك أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك شيخ برهان، وأهلا وسهلا بضيفك في الاستديو، ويسرني جدا أني أنا ضيفة معكم في هذا البرنامج المهم. الله يعطيك العافية وينفع بك أستاذة خديجة. أستاذة خديجة، نريد أن نسمع دور المرأة الإريترية المسلمة منذ 5 عقود، من حيث تربيتها للأجيال، من حيث بذلها في تمسكها بدينها، من حيث أيضا دورها في إقامة الثورة الإريترية ودعمها لهذا الموضوع، ومن حيثيات أخرى أيضا يفتح الله بها عليك. نريد أن نسمع هذه الجهود من المرأة نفسها، فتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. في الحقيقة دور المرأة المسلمة دور عظيم جدا. يعني المرأة عندما دخلت في الإسلام وتعلمت الإسلام الصحيح وعرفت مكانتها ومنزلتها، وعرفت تماما أن هي والرجل نفس الشيء في التكاليف الشرعية والتكاليف الحياتية ونظرة الله سبحانه وتعالى لها، قامت بالعمل على أن يكون لها تأثير قوي جدا من خلال المشاركة في الحياة العامة والحياة الخاصة من خلال دورها. فانطلقت من البيت وابتدأت من الزوج نفسه، من حيث أنه هي أكثر قدرة، إذا كانت أكثر قدرة على التعلم وعلى الفهم وعلى التصرف بتعليم زوجها وقيادته في الحياة دون التقليل من منزلة الرجل في هذه الحياة، إنما رأت أنها هي صاحبته. ثم انتقلت بعد ذلك إلى أبنائها، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انطلقت من هذا الفهم الواضح في إدارة شؤون بيتها وتربية أبنائها ليكونوا أبناء صالحين نافعين لأنفسهم، نافعين لأمتهم، نافعين لكل من في الأرض. يعني أن ربتهم بطريقة أن يكونوا خلفاء الله في الأرض. هي فهمت تماما الآن معنى الاستخلاف، وأن هذا ليس للرجل فقط، إنما هي أيضا في هذه الأرض فيما يقع عليها مسؤوليتهم. فشاركت في التنشئة الصالحة والتربية الصالحة، لكن لم يقتصر دورها على أبنائها فقط، إنما انطلقت من هذا البيت إلى البيوت المجاورة والعائلات المجاورة القريبة منها. قامت بتوعية النساء وتعليمهن ونشر ثقافة الإسلام الصحيحة تجاه المرأة.
فهذه الثقافة التي نشرتها وهذا الدعوة الإسلامية التي حملتها وانطلقت فيها من إحساسها بالمسؤولية العظيمة في هذا الأمر، جعلها يعني مساحة المسؤولية عندها تصبح كبيرة، فانطلقت إلى المجتمع الآن، خرجت إلى المجتمع دون أن تقلل من دورها في البيت، فساهمت بحمل رسالة الإسلام وتعظيم دور الإسلام وبيان مكانة المرأة في الإسلام حتى تذهب هذا الجهل الذي تكون المرأة مع مراحل التعليم، مع الاستعمار، مع بنية المجتمع، مع العادات والتقاليد الذي قلل من شأنها. فكانت نموذج قوي جدا يحتذى به في هذا الشيء، فمشاركتها كانت مشاركة للتغيير دائما وليس للإصلاح، تغيير المجتمع من فاسد إلى صالح، تغيير المجتمع من مجتمع كافر إلى مجتمع مسلم، تغيير الأفراد، تغيير نفسها. فكانت مساهمتها كبيرة جدا في هذا الجانب. لكن مع الأسف الشديد أنه هذا الدور أصبح انحسر تماما بسبب عوامل كثيرة دخلت فيما بعد. يعني كلما ابتعدت المرأة وابتعد الرجل وابتعد المجتمع عن الإسلام، الآن أصبح عندنا انحسار لدور المرأة، وأصبح دورها دائما في البيت مع الأبناء مع الزوج فقط. والمرأة مع الأسف الشديد هي صدقت هذا الأمر وتعاملت مع الموضوع هذا أنه كأنه من المسلمات وأن هذا الوضع الطبيعي والرجل له الأفضلية، فانحسر دورها تماما في هذه الأمور وفي هذه الجوانب، حتى جاءت بعض يعني الأفكار الجديدة والدخيلة على مجتمع المسلمين بمسائل المساواة وما المساواة، وبدأت تدخل في دوامة أستاذة خديجة، يعطيك العافية. خلينا نكون في النقطة الأولى التي أنت أثرتيها، بأن المرأة الإريترية كانت نعم الزوجة ونعم الأم ونعم المربية والجارة. نريد حقيقة ضرب أمثلة. يعني مثلا أنا كنت أسمع من أمي تعامل رهقي مع أبي، حقيقة عمري ما سمعتها تناديه باسمه، ولم أرى أمي تحدق نظرها في عين أبي. هذه المعاني أيضا وجدتها من أمهات أخريات، يا ريتك تحدثين عنها. يعني ضربت المرأة الإريترية المسلمة أروع أنواع المثل في طاعة الزوج واحترامه، لدرجة هناك شيء من المبالغة، حتى إذا ذهبت إلى دوائر حكومية لا تجرؤ أن تنطق باسمه. هذه المعاني العالية العظيمة، حينما كانت المرأة الإريترية تنتظر زوجها إلى وقت متآخر من الليل، وقد يأتيها وهو والعياذ بالله في حالة لا يحبها الله عز وجل، ومع ذلك كانت صابرة محتسبة متعطئة رأسها لزوجها حتى بنت أجيال. حدثينا عن هذا أستاذة خديجة. صحيح، هذه من الأشياء التي كمان نحن نشأنا على رؤيتها في مجتمعاتنا من خلال أمهاتنا والأقارب. دور المرأة دور عظيم جدا في المحافظة على كيان هذا البيت. بالفعل نعم الزوجة المطيعة لزوجها، وهذه الطاعة لم تأتي من ضعفها، إنما من فهمها أن هي بطاعتها لزوجها تدخل الجنة بإذن الله تعالى. يعني فكان هذا الفعل فعل كبير جدا، وبالفعل مثل ما ذكرتم أنها كانت لا تجرؤ على ذكر اسمه احتراما وإكبارا له، حتى أنها لا ترفع بصرها، حتى أنها عندما تجلس للمائدة تجلس كما يجلس يعني الخادم في انتظار سيده، طبعا مع التلطف بهذا اللفظ، ليست كانت بهذا الشكل، لكن من فهمها، لأن نساء السلف الصالح هن قد أوردنا هذا الشيء عندما سئلنا كيف كنتن تعاملن أزواجكن، كنا نعاملنه كما يعامل المأمور الأمير أو العبد سيده. وهذا جاء التكريم والاحترام جاء لأن الرجل في الأساس كان يقوم بمهامه ومسؤولياته كرجل، فكانت هي تنظر له بعين الإجلال والاحترام. طبعا سلوكها هذا انعكس على أبنائها في إجلال أبيهم وإكرامه وتعظيمه، وانتقل بعد ذلك هذا إلى المجتمع. يعني الجيران كانوا يكرموا هذا الرجل ويحترمونه ولا يقللون من شأنه. طيب في تلك الفترة مع هذا الاحترام والتجليل للزوج،
كيف كانت حالات الطلاق؟ حالات الطلاق في الماضي كانت قليلة، حتى أنه لا يذكر مسألة الطلاق، مسألة كبيرة جدا، مسألة يعني تشبه أقرب إلى الكفر. فالمرأة كانت بطبيعة الحال مأمورة، وهذا الأمر جاء من إسلامها وإيمانها بالله، أن تصبر على هذا الرجل وتحتسب في هذه الحياة، وأن ترى أن أبنائها يجب أن يتربوا تربية صحيحة ومستقيمة، وأن الإنسان تحدث فيه أخطاء لا بأس بذلك، فكانت تتحمل هذا الأمر. لكن هذا التحمل كان مبني على معرفة وعلم، فهي كانت تعرف لماذا تصبر وإلى متى سوف تصبر، وأثناء صبرها كانت تحاول تقويم اعوجاج الرجل بما تملك من علم بسيط جدا وفهم. وكان المجتمع يدعم المرأة في هذا الجانب، يعني يصبرها ويعلمها ويرشدها، فلم يكن يعني يسبب لها ضغط، إنما كانت جميل، ترى يعني أنها جميل. إذن في منزلة هي عالية. هي بمراعاتها لأحكام الشرع وطاعتها لزوجها وصبرها على هذه الأمور أدى ذلك إلى تقليل حالات الطلاق، والحمد لله، والإكثار من حالات الزواج. طيب، نريد أن نعم. نسلط الضوء أستاذة خديجة على جهودها في تربية الأبناء. في الحقيقة نجد أن المرأة الإريترية، ولا أريد حقيقة أن أسبقك بهذا، ولكن نجد أن المرأة الإريترية المسلمة أنتجت رجالا. كيف ذاك كان ذلك؟ صحيح، صحيح. المرأة الإريترية المسلمة أنتجت رجالا عظماء، أنتجت أبناء رائعين جدا يعني، وإضافة جميلة في الحياة بسبب جهدها، لأنها هي تقدر الأسرة وتعرف تماما ما أن يكون هناك أسرة ومع أن يكون أب، فتحملت المسؤولية كاملة ولم تنتظر أن يشاركها الرجل في هذه المسؤولية، في مسؤولية تربية أبنائها، فعرفت تماما أن هي المسؤولة من البداية إلى النهاية، فركزت قوتها في تعليمهم العلم النافع والعلم الصالح والخلق الحسن والتعامل مع الجميع كيف يكون. وهذا التعليم الذي نقلته بسلوك عمليا تمسكت بهذا السلوك فمارسته، فرآه أبناؤها عليها فقلدوها واقتدوا بها بهذه الطريقة هي، ولم تجلسهم على المقاعد ولم تقرئهم الكتب ولم تفعل شيء، إنما هي طبقت عملية التربية في نفسها فرأوها أبنائها. لذلك جميعنا نعرف أن احنا كلما مر علينا موقف في الحياة نقول دائما أن ما يحدث الآن في الحياة كانت والدتي تعالجه بهذا الأمر، أو كان يتكلم فيها بهذا الشيء، كأن الأمهات كنا مرجع فيه ثقة كثيرة جدا في التعامل مع ما يحدث من الحياة. لذلك كانت المرأة هي تطبيق عملي لفكرة الخلق الحسن، منظومة الأسرة في الإسلام وكيفية التعامل مع الجميع. بهذه الطريقة أنتجت وأوجدت بالفعل أشخاص رائعين جدا وعلماء ومفكرين وقادة. يا سلام، يا سلام. طيب أستاذة خديجة، بالمقارنة إلى وضع اليوم المرأة الإريترية في الوقت الحاضر الذي نحن نعيشه، سواء كانت أما أو زوجة أو أخت، نجد حقيقة مع الأسف هناك خلاف كبير بين الزوج والزوجة إلا من رحم الله، وهناك كثرة حالات الطلاق، هناك أيضا نفور الأبناء من المنازل. كيف تفسرين ذلك أستاذة خديجة؟ والله شيخ برهان، هذا يعني كما يقول حط يدك على الجرح. نحن كنا نتكلم عن صفحة بيضاء مشرقة وواضحة تماما وسهلة، أما الآن مع الأسف الشديد حالات الطلاق في زياد، حالات العقوق في زياد، حالات النفور من البيوت بازدياد. والغريب أن الواقع الحالي قد أضاف أو منح المجتمع الإريتري يعني فرص لم تكن في عصر طيب أستاذ أمهاتنا خديجة، وآبائنا. هذا سؤال حقيقة سأعود إليك بعد الفاصل، ابقي معنا وسوف نعود إليك، لأنك أنت مربية ولديك جهد في هذا المجال، نسمع منك إن شاء الله تعالى. أعزائي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله بعباده أن جعل للطاعات أياما ومواسم معلومات، ومن هذه المواسم 10 ذي الحجة، فيستحب فيها الإكثار من الطاعات والنوافل كالحج والعمرة والصيام والمحافظة على الصلاة والصدقة وكثرة التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وتعلمه وغيرها من أعمال الخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أهم هذه الأيام يوم عرفة. ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. مستمعي الأكارم، السلام عليكم. عدنا إليكم. معنا الأستاذة خديجة عبر الهاتف، ونحن نناقش عن دور المرأة الإريترية في إنشاء الأجيال حاضرا ومستقبلا. وقفنا أستاذة خديجة، أنت معنا، الله يحفظك ورعاك. نعم. وقفنا عند حال المرأة الإريترية وحال الشعب الإريتري في هذه الفترة التي نحن عليها من كثرة الطلاق وكثرة الخلافات وعدم التآلف في الحقيقة، إلا من رحم الله، ما نعمم، ولكن باعتبارك أنت لك جهود في هذا المجال وتوجيه والتربية، ما هو تفسير ذلك برأيك؟ الله يحفظك ويرعاك. وكيف نعالج باختصار؟ أعتقد أن السبب الأكبر في وجود هذه حالات الطلاق الكثير والنفور والعقوق الكثير يأتي من التركيز على الماضي، ماضي يعني المجتمع الإريتري أو الجانب الاجتماعي في حياة الإريتريين، التركيز على الجوانب السلبية التي كانت موجودة. يعني هي أساسا كانت بسيطة جدا، فكان تركيز الرجل والمرأة على جوانب صغيرة، مثلا مثل ما ذكرت حضرتكم أن المرأة عندما تخفض بصرها ولا تذكر اسم زوجها احتراما وإجلالا، تم تفسيره أنه حالة ضعف كانت تمارس أو حالة قوة تمارس على المرأة لإضعافها أكثر، فكأنه إذلال لها. فالتفسير الخاطئ هذا أحد الأسباب التي دخلت في أذهان الشباب والبنات تعاملات عن الانفتاح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلام، من خلال المسلسلات، من خلال البرامج، من خلال الفرص الجيدة التي حصلوا عليها. أصبح الآن التركيز هو خروج على هذا النمط القائم على الاحترام بين الرجل والمرأة، وفي محافظة على الأسرة اللي هو الخروج إلى الحياة المفتوحة التي بدون ضوابط ولا قيم. ثم المرأة دائما عندها حالة غضب، تريد المساواة، تنطلق إلى فكرة المساواة. وعندما نسأل المرأة أي نوع من المساواة فينا عنهم مع الرجل، تبدأ بالعمل. طيب العمل أصلا يعني هو تكريم لك أنك لا تعمل المسؤولية، لكن الأفكار الخاطئة أن أمي كانت لا تعمل وكانت دائما تحتاج، وكان والدي يفعل، دون النظر على الجوانب الإيجابية التي كانت في الحياة وعلى
ولكن المحافظة على شكل الأسرة دون النظر إليها جعل الفهم خاطئ جدا، فحالة الرجل دائما في حالة صدام. جميل. كل إذن كيف نعالج يدعي هذه أنه الأفكام الأقوى. وهذه التفاسير الخاطئة أستاذة خديجة؟ كيف نعالج هذا الموضوع؟ بحكم أن احنا مجتمع إريتري مسلم يكون معالجتها العودة إلى الإسلام في يا هذه سلام. الأمور، في هذه التفصيلات، أن يا تعرف سلام. المرأة ما لها وما عليها، ويعرف الرجل ما له وما عليه ضمن ضوابط الإسلام، والعيش ضمن أحكام الإسلام. هذا هو الحل الوحيد الجذري. أي آخر هو معالجة الأعراض، مشكلة لكن نتائج، قال نعالج المشاكل ونتائجها فقط. إذا المشكلة الأساسية نعود إلى الأصل. أمهاتنا وآباؤنا كانوا بهذه. إذن أخواتنا في هذا الزمن أستاذة خديجة، أخواتنا في هذا الزمن سواء كان المسنات منهن والشباب والشابات والفتيات، فيهن الخير الكثير، فقط يحتاجن أن يراجعن تعاليم الإسلام ويفهمن مقاصده وينظرن إلى الأبعاد التي حقيقة نظر إليها الإسلام، أليس كذلك؟ نعم، بالإضافة إلى أن ترى المرأة دور يعني مكانتها في الإسلام بشكل صحيح. المرأة لا تعرف المكانة التي أعطاها إياها الإسلام، سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو أيا كانت، لا تعرفها معرفة حقيقية، ولا تعرف المنزلة التي أنزلها إياها الإسلام عندما جاء. يكفيها أن تعرف هذا الشيء حتى تعرف أنها في منزلة عالية جدا وفي حفظ حتى تمارس حياتها بشكل صحيح. لكن جهلها عن مكانتها أساسا هو الذي يجعلها تبحث في مكانة الرجل وفي المساواة للرجل والنظر فيما في يد الرجل دون النظر لما في يدها. شكرا أستاذة خديجة على هذا البيان والتفصيل، أسأل الله تعالى أن يحفظك. ابقي معنا ولا نعود معك. دكتور حسن، استمتعنا بالحديث مع الأستاذة خديجة عن حال إريتريا وحال أمهاتنا. بالحقيقة ذكرتني بوالدتي وجدتي وحسن التعامل. هذا كان في المرتفعات. نريد أن نسمع عن أخبار أمهاتنا وأخواتنا في المنخفضات من شخصكم الكريم. والله يا أخوال، في قواسم مشتركة كثيرة جدا فيما يتعلق بالمرتفعات والمنخفضات في العلاقات الزوجية والعلاقات الأمومة والطفولة. فمثلا ما ذكرته من قضية التقدير والتوقير والاحترام، هذه كانت تقريبا يعني سائدة في المجتمعات تقريبا كلها، مرتفعات على المنخفضات، مع تفاوت ربما في بعض الأعراف يعني. لكن قضية الأسماء مثلا، أنها لا تسميه باسمه مثلا عندنا، ليست فقط أنه لا تذكر الاسم يعني تقول له أبو فلان، لكن عندنا حتى الاسم، مجرد الاسم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، بقية الأسماء كلها تجتنب. يعني عندنا مثلا إبراهيم يقولون عنه الخليل، عمر يقولون عنه خطاب، كده يعني. كل الأسماء أي امرأة تتجنب الأسماء العادية إذا كان لها صلة بزوجها، بوالد، بجد أولادها، وهكذا تتجنب. فهذا على كل كانت من الأشياء الموجودة. أيضا عندنا قضية الاحترام المبالغ فيه، أحيانا فعلا قد يكون زائد. يعني مثلا فكرة الحياء عندنا، أكاد أقول في المجتمعات عندنا في المنخفضات فيها مساحة من الغلو إلى حد كبير. يعني أن المرأة مثلا بعد الزواج تختفي من زوجها ولا يرى وجهها مثلا لسنة كاملة مثلا، حتى تنجب منه وترزق. فهذه طبعا شيء مبالغ فيه، لكن هم يأخذوها في المبالغة في الحياة والتوقير والتقدير، كانت بهذا الشكل. أضيف إلى ذلك، أنا أحب أضيف على نقطة مهمة جدا، وهو أن وضعية المرأة الأريترية على وجه التحديد حالة استثنائية. أنا شخصيا من خلال عيشي على الأقل في المحيط الأريتري وتتبعي لهذا الملف، أكاد أقول المرأة الأريترية وضع استثنائي. هي وضع امرأة عاشت منذ ميلادها ربما وإلى أن تفارق الحياة حياة نضال وجهاد. الله مستعان. يعني هي هكذا. يعني انظر انت الان، امرأة مثلا ولدت في 61 مثلا واستمرت الى الان، عمرها الان تجاوز مثلا 60 مثلا. هذه المرأة طيلة حياتها هي في كفاح. الله المستعان. إما كفاح في مرحلة الطفولة من أجل التعليم، وإما في مرحلة الزوجية والأب غائب، يعني إما غائب في الثورة وإما غائب في العمل والاغتراب. فهي تقوم بأعباء التربية والتعليم، وأحيانا كمان تقوم بكل الأدوار، لأن الرجل يختفي تماما عن الحياة. يعني أعرف مثلا التحقوا ناس قيادات بالثورة الإريترية وليست هنالك قدرة على أن تلتزم الثورة بشيء،
لا تلتزم بشيء. فتقوم المرأة تصور بأنه من الصباح مهمتها لابد أن تقوم بتوفير الطعام وتوفير الأكل والعمل والشغل وكذا، وتوصل أولادها إلى المدارس وترجع من المدارس على مدار اليوم، وهي أمامها 3 4 أطفال. تصورت هذا الوضع النفسي، يعني هذه المرأة كيف تعيش؟ وليس هنالك أي، يعني أحيانا بعد ما توصل الأولاد مثلا المدارس تمشي إلى العمل أيا كان نوع العمل، ومع هذا هي متمسكة بدينها ومع ذلك سبحان الله هي تجدها بإيمانها وشعائرها. يعني هذه طبعا مما تتسم به المرأة الإريترية سبحان الله، أنها فعلا يعني قضية عفتها، عفة المرأة والحرص على هذا الجانب. يعني هذه مسألة طبعا من الأشياء اللي الواحد حقيقة يشيد بها في المرأة الإريترية. أضف إلى ذلك دقيقة يا دكتور، أنت أثرت أمر عظيما. نعم. قلما نسمع أن تخون المرأة الإريترية زوجها. نعم. قليل ما نسمع في الحقيقة. نعم. بينما هذا قد يكون في بعض المجتمعات الأخرى منتشر عياذا بالله. نعم. لكن في المرأة الإريترية في الحقيقة في هذا المجال حقيقة محلتك إكبار. خلينا تعليقك دكتور. على كل سبحان الله قضية يعني أن تحفظ المرأة زوجها في نفسها أولا وفي أولادها، هذه طبعا مما نصت عليه الشريعة بلا يعني شك. تحفظ الالتزام به في إريتريا، ولكن الالتزام به سبحان الله يعود ربما إلى النمط التربوي الذي تكلمت عنه. يعني سبحان الله الفتاة تأخذ جزء كبير جدا من الأخلاق من أمها، طريقة تقدير الأم، طريقة الوفاء. ثم أيضا دعني أقول هنالك قضية يعني برضو تنعكس، عفة الرجال دوما تنعكس على النساء. لما يكون الرجل عفيف المرأة أيضا تكون عفيفة. إذا أطلق الرجل سراحه، يعني كما قال الشافعي: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. هذه واضحة جدا سبحان الله. كلما كان الرجل أكثر حرصا على أن يكون عفيفا، أن يكون وفيا لزوجته، أن لا يكون على الأقل زي ما يقولوا السودانيين عينه طايرة، كلما كانت المرأة أيضا تحفظ له هذا الأمر، وأيضا ينعكس ذلك في سلوكها. كلما كان هنالك انفلات من الرجل أيضا انعكس ذلك على المرأة. يعني على كل حال حقيقة محل إكبار وتقدير المرأة الإريترية المسلمة في هذا الجانب بالذات، على ما نسمع ونرى حقيقة من في المقارنة بين المجتمعات الأخرى. دكتور حسن، برأيكم ما هي التحديات التي تواجه المرأة الإريترية المسلمة في الداخل والخارج؟ سمعنا أنها تعرضت لكثير من التحديات، إجبارها مثلا في التجنيد الإجباري والمشاركة مع الرجل في حمل السلاح. سمعنا كذلك ربما هناك بعض المحاولات لنزع حجابها. سمعنا أيضا في محاربتها في جانب عدم تدريسها لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا في الجانب في الداخل. في الخارج ربما باعتبارها أنها تعيش في بلاد أوروبا أو في بلاد الذي يعطي حق المرأة أكثر من حق الرجل، فتستخدم هذه الحقوق في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. تعليقكم حول ذلك؟ على كل فيما يتعلق بالتحديات كثيرة، باعتبار أننا نحن مجتمع لا زال قيد البحث عن الاستقرار. يعني إلى الآن لم نصل إلى مستوى أن نكون على الأقل مجتمع يعيش في دولته ويعيش بشكل مستقر، ونظامه على الأقل الاجتماعي والديني فيه استقرار، وفيه على الأقل نوع من الالتزام بعقيدته وشريعته. فنحن على كل لا زال مجتمع يتلمس طريقه. أكبر التحديات عموما الآن في مرحلة الثورة واجهت المرأة الإريترية ولا زالت تواجهها، وهي فكرة المساواة المغلوطة. أن نتصور بأن مفهوم المساواة بين المرأة والرجل يلزم أن المرأة أن ندخلها كل الساحات التي ليست لها، كالذهاب بها إلى أن تكون مثلا ضمن المقاتلين. ما أعدت المرأة لذلك. يعني الله سبحانه وتعالى ما خلقها لهذا المجال. المرأة خلقت أن تكون مربية، أن تكون صانعة للأجيال، أن تكون رؤوفة صاحبة مودة، تعتني ببيتها، تعتني بأسرتها، لكنها ما خلقت لأن تكون على الأقل مجاهدة أو تكون مناضلة. هذا الجانب على كل حصل فيه إشكال، ويمكن أن نقول حصل فيه تجاوز. يعني حصلت فيه تجاوز وصار تحدي كبير جدا ترتبت عليه مشاكل هائلة بعد ذلك، لأنه عندما أخرج
أخرجت المرأة وتحت منظور المساواة هذا المغلوط، لم يحصل الانضباط بعد ذلك أصلا أيضا بأن تكون هذه المرأة مثلا منضبطة في دينها وعقيدتها وشريعتها، لا، أخرجت على كل من هذا الإطار لتدخل في إطار ثوري ومفاهيم ثورية، فبنت حياتها كلها بعد ذلك على هذه النمط الثوري، مما أدى إلى مشكلات على كل كبيرة، ولا زالت تقريبا آثار هذه المشكلات موجودة. المرأة الإريترية في الخارج، دعني قبل الخارج في موضوع التحديات تمام. الداخلية. أيضا في الداخل لا زالت أيضا المرأة تواجه ذات المشكلات التي كانت تواجهها في مرحلة الثورة، الغربة الطويلة. يعني من أسوأ الأشياء التي تواجه النساء وتثقل عليهن وتسبب عليهن مشكلات مسألة غربة الرجال في الخارج وهن لوحدهن مع الأطفال. يعني احيانا بعض الناس حتى ما ينضبط بقصه انه على الاقل كل سنه يكون مثلا، اعرف ناس مثلا يكون 3-4 سنوات ما يرجع الى اهله، وكل الاعباء تقع على الرجل، وكانما المساله هي فقط انك انت تبعث لها المصاريف وانتهى الموضوع. فهذا تحدي كبير جدا له انعكاسات في الاطار التربوي. يعني الاطفال يحتاجوا دائما الى هذه الثنائيه الموجبه، الثنائية بين الرجل والمرأة، أن يكون هنالك دور يقوم به الأب ودور تقوم به الأم. فهنا على كل مشكلة. أيضا تواجه في الداخل مشكلة التعليم حاليا، هذه يمكن من التحديات الكبيرة جدا لارتباط هذه المسألة، يمكن قبل كده ناقشناها في بعض الحلقات، ارتباط موضوع التعليم بموضوع التجنيد الإجباري. فحرمت المرأة أيضا، وصار هذا التحدي من التحديات، وقد تجبر أيضا على الزواج في سبيل الهروب من الخدمة. فأحيانا تكون هي خارج سياق الزواج، أو لم تتهيأ للزواج، أو مفروض تأخذ على الأقل قسطا من التعليم ثم تقبل على الزواج، فإذا بهم تزوج، وربما تزوج ليس من ترتضيه وليس من تحبه وتقدره وتعيش معه، لا، يشوفوا أقرب ابن عم أو أقرب قريب يقول والله تزوج. هذا تحدي كبير، يعني ينقص ضياع لحقها. نعم، انتقاص لحقها. لحقها. أما المرأة في الخارج كما تفضلت ربما الوضع يختلف بعض الشيء في الخارج، فهنالك على كل مشكلات تتعلق بالبلدان التي على الأقل تتمتع بالحريات الزائدة ولا تؤمن بمنظومة الأسرة المتكافئة. وهنا للأسف الشديد إذا المرأة ما نظرت إلى أن والله حمايتها وحفظها وصونها ورعايتها وتكريمها هو ضمن منظومة الأسرة بأحكامها الشرعية. طيب دكتور حسن، في دقيقة واحدة، ما هي نصيحتكم للمرأة؟ وقد سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إني رأيتكن أكثر أهل النار. ما هي توجيهكم ونصيحتكم للمرأة الإريترية المسلمة؟ على كل المرأة الأريترية المسلمة أنا أقول لها بأن يعني تكريمها في كتاب الله، وحفظها في كتاب الله، وصونها في كتاب الله، وجنتها كذلك مستقبلها الأبدي من خلال الالتزام بكتاب الله. لو أنك فقط وقفت في سورة البقرة سبحان الله ستجد هذه السورة فيها أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام النفقة وأحكام الحضانة وأحكام الرضاعة، ولم تنظم حقيقة شريعة من الشرائع كما نظمتها الشريعة. كل ذلك في سبيل أن لا تكون هذه المرأة يحصل عليها تسلط، يحصل عليها أيا كان، تسلط من دولة، تسلط من رجل، من غيره. وعموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صامت شهرها، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، قال فتحت لها أبواب الجنة 8 من أيها شاءت دخلت. فحقيقة نحن محتاجين إلى أن نجعل المرأة يعني تعود إلى هذا الركن الأصيل وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعرف على ما لها وما عليها. فإذا عرفت على الأقل أحكام الله وعرفت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسيرتها في الحياة من لحظة ميلادها إلى لحظة مفارقتها للحياة، حينها ستدرك بأن الشريعة الوحيدة التي وضعت مكانة عظيمة للمرأة وكرمتها هي الشريعة الإسلامية. شكرا دكتور حسن، جزاكم الله خير على هذا البيان. أستاذة خديجة، باعتبارك أنت تمثلين نصف المجتمع وتمثلين الجنس الآخر، رسالتك لأخواتك من بين جنسك المسلمات الإريتريات خاصة وجميع المسلمات عامة في دقيقة واحدة لو سمحت. في دقيقة واحدة، النصيحة الأساسية التي دائما أرددها وأقولها للمرأة الإريترية المسلمة وجميع المسلمات أن تبدأ رحلتها في فهم دورها ومكانتها في الإسلام، أن تفهم الإسلام بشكل صحيح فيما يخص موضوعات المرأة في الحياة الاجتماعية وفي الحياة العامة، فيما يخصها هي كامرأة. لا تنظر لنفسها أن هي فقط زوجة لرجل وأم لأبناء وانتهى.
إنما دورها عظيم جدا. إذا انطلقت من فهمها هذا سوف تجد كل الأبواب مفتوحة للقيام بدورها الرئيسي في الحياة ولنهضتها ولنهضة أمتها ولنهضة المجتمع الإريتري كله بطريقة صحيحة. عندي إضافة صغيرة على كلام الأستاذ حسن. جميل جدا ما قالوا أن المرأة كانت دائما مشغولة في حياتها بالكفاح، يعني بأي شكل من أشكال الكفاح. ربما انشغالها هذا هو الذي جعل لها هدف في الحياة ورسالة تؤديها. الآن النساء مع الأسف ليس عندهم رسالة أو هدف، وهذا الفراغ الذي تعاني منه، فراغ علمي، فراغ اجتماعي، فراغ ذهني، فراغ لمكانتها وموروثها الإريتري العظيم وموروثها الإسلامي العظيم، جعلها دائما تتخبط ودائما في مشاكل ودائما في صراع وبحث عن هويتها ومكانتها في هذا المجتمع الكبير. وعليه تعود لأول الطريق لفهم دورها في الإسلام ومكانتها في الإسلام وتعلم الإسلام بشكل صحيح. هذا هو الحل الوحيد لنا نحن. جزاك الله خير أستاذة خديجة. أعزائي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدان، كنتم في برنامج قضايا إريتريا. اليوم ناقشنا قضية المرأة المسلمة، ولم نشبع حقيقة من ضيفينا الكرام الدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو والأستاذة الفاضلة خديجة برهان. أشكر الضيفين الكريمين على حسن عرضهما، كما أشكركم مستمعي الأكارم على حسن المتابعة، وأسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديدة وفي ظلال أعينك شمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا راديو سلام.